ازيكم؟ حابين نتكلم مع بعض على موضوع مهم. قبل ما نبتدي عايزة أسألك سؤال بديهي وجاوب دلوقتي عليه. أي إنسان لما بيتولد مش طبيعي يتولد في مكان محدد؟ يعني ينفع كده أقولك المصريين دول شعب، أقولك من فين تقولي مش عارف؟ لأ، لازم أي شخص ليه مكان اتولد فيه. طيب ايه موضوعنا النهاردة؟ موضوعنا النهاردة بيتكلم عن إسرائيل وشعب فلسطين. مش منطقي خالص اني اقولك الاسرائيليين ملهمش موقع، لانه طبيعي هتسألني هما اللي اتولدوا فين؟ طيب ازاي الفلسطينيين بيقولوا ان دي مش ارضهم؟ انا هفهمك كل حاجة دلوقتي. احنا لما بنحب نتكلم عن اي حدث لازم دايما بنرجع لمرجع معين، بس المرة دي مرجعنا هيكون الكتاب المقدس لانه اقدم كتاب في البشرية. ركز كده معايا وانا هفهمك كل حاجة. تعالوا نرجع بالزمن ورا خالص لغاية ايام نوح. نوح كان معاه 3 أولاد، حام وده سكن في أفريقيا، سام وده سكن في آسيا، ويافس وده سكن في أوروبا. كان في رضا ما بين سام ويافس، لكن حام للأسف ابنه كنعان شاف عورة جده اللي هو نوح وقال لحام، والاتنين فضلوا يضحكوا، فنوح لعنهم. سام جه منه شعب إسرائيل فيما بعد وسيد المسيح، يعني إبراهيم جه من سام. حام خلف ناس كتير غير كنعان، بس فيه مصريين وكنعان أولاده، ودول سابوا أفريقيا وراحوا سكنوا في فلسطين. فلسطين بقى كان ساكن فيها الكنعانيين وأحفاد مصريين. ومين كمان يا ترى؟ إبراهيم بالفعل كان ساكن في أرض الموعد قبل ما شعب إسرائيل يدخلها ب400 سنة، يعني أرض الموعد أصلا بتاعت إسرائيل، وكمان الكنعانيين وأحفاد مصريين. إيه الدليل على كده؟ معنا أول آية بتقول إبراهيم سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. ودي في سفر التكوين 13-12، معناها إنه كان ساكن في كنعان اللي هي فلسطين. ومعانا آية تاني بتقول فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. ودي في سفر التكوين 13-7. كده تمام الحتة دي؟ إبراهيم وكنعان وأحفاد مصري كلهم في فلسطين. إبراهيم خلف إسحاق، وإسحاق خلف يعقوب وعيسو. وفي نبوة كانت بتقول إن الكبير يستعبد للصغير. النبوة دي كانت عن يعقوب وعيسو، عيسو اللي هو الكبير، ويعقوب اللي هو الصغير. يعقوب اللي هو شعب إسرائيل، وعيسو اللي هو الأدوميين. افتكر الاسم ده كويس علشان هنرجع له تاني بعدين يعقوب خلف أولاد كتير زمان، من ضمنهم يوسف. وزي ما كلنا عارفين القصة، يوسف ودوه مصر. بعد سنين يوسف لما حصلت المجاعة خد يعقوب وإخواته يسكنوا في مصر معاه. وأدي آية تاني دليل إنهم كانوا في فلسطين. لما مات يعقوب طلب منهم يدفنوه، وده دليل تاني إن يعقوب كان ساكن في فلسطين وقتها. أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. ودي في سفر التكوين 50-5. بعد فترة مات فرعون، ويوسف وإخواته فضلوا قاعدين في مصر لغاية ما عددهم كتر والفرعون الجديد استعبدهم. فربنا بعت لهم موسى علشان يرجعهم تاني فلسطين اللي هي أرض الموعد. بس الفكرة في إيه؟ إنه لما موسى رجعهم وربنا أمر بأنهم يقتلوا كل الشعوب اللي هناك، فما فيش حد كان ساكن معاهم، يعني السكان الأصليين كلهم ماتوا، يعني دلوقتي الأرض بتاعتهم، بس كان في شوية ناس ساكنين حواليهم. والدليل على كده بصوا الآية دي في قصة السيد المسيح بتقول إيه؟ وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ودي في إنجيل متى 15-22. معناها إنه كان في حواليهم شوية من الفلسطينيين، لكن الأرض الأصلية عايش فيها شعب إسرائيل. ويشاء القدر إنه عام 70 ميلاديا اتحققت نبوة السيد المسيح بهدم أورشليم، وجه ملك شرير قتل كل اليهود وحاصر إسرائيل، وهرب منهم شوية اللي هم رجعوا دلوقتي. وبعد مقتل اليهود كان في شوية أراضي جنبهم فيها ناس. مين الناس دي؟ الأدوميين اللي احنا قلنا عليهم في الأول، ولاد عيسو اللي هم من ولاد الكبير. ولما رجع دلوقتي ولاد يعقوب اللي هم من ولاد الصغير، الحرب بقت إنه كبير يستعبد لصغير. فهمتوا؟
حابين نوصل لكم معلومة معينة، إنه إحنا ربنا وصانا نحب كل الناس. يعني لو فلسطين هي اللي بتضرب إسرائيل، إحنا برضو هنصلي لهم، ولو إسرائيل هي اللي بتضرب فلسطين، إحنا برضو هنصلي لهم، لأنه ربنا أمرنا نحب كل الناس. وبس كده، موضوعنا خلص.